السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعل الايام دي سعيده علينا كلنا يا رب، لنا طاقه ايمانيه وكل حاجه حلوه يا رب. ده اول فيديو ليا اعمله وانا في رمضان. الفيديوهات اللي قبل كده اللي انتوا شفتوها كلها كانت متسجله قبل رمضان. عايزه اشكركم على الدعم واللايكات الحلوه، وكنت حابه يعني المزيد. ليه؟ عشان اليوتيوب يعرف ان الفيديوهات ديت مفيده ويبدا ان هو يرفعها، فبالتالي القناة تعلى أكتر وأكتر. طيب النهاردة هنتكلم عن مدفع الإفطار. ممكن أنا حاليا ما بسمعوش، بس هو أيام زمان أنا كنت بسمعه وكنت ببقى مبسوطة بيه جدا لما كنت بنزل مصر. حتى كنا يعني بنشوفه في التلفزيون، أما حاليا التلفزيون ما بقاش ليه قوي زي زمان، دلوقتي النت بقى أكتر. مدفع الإفطار دوت ليه قصص حلوة قوي، وهو أصلا يعني إجا بمحض الصدفة. مدفع الإفطار كان في العصر المملوكي، على الرغم من إن القاهرة كان ليها مساجد كتير جدا وفي مؤذنين كتير جدا، بس كانوا دايما بيطلقوا مدفع الإفطار. في القاهرة سنة 1955 ميلاديا و859 هجريا وصل هدية لوالي مصر اسمه خوشو قدم، الوالي المملوكي، يا رب أكون ناطقة اسمه صح. وصلت الهدية ديت من صاحب مصنع في ألمانيا، وصل له مدفع هدية. الفكرة إن هو الوالي كان مبسوط بيه قوي، وقام جربوا في الوقت في غروب الشمس. فبدأ المصريين لما سمعوا صوته بدأ الكل يفطر. وتاني يوم راح للوالي شيوخ الحارات والطوائف عشان يشكروه ان هو هدى الناس للإفطار، لان هم كانوا في رمضان. الفكرة عجبت الوالي وبدأت تكون معتمدة، وان كل ما يدن وان اول ما يسمعوا صوت المدفع يضرب يبقى على طول الأذان بيأذن واحنا بنفطر. في رواية بتقول ان لما شيوخ الحارات راحوا للوالي ملقوهوش، قابلوا بداله زوجته كان اسمها الحاجة فاطمة، طلبوا منها الطلب دوت وقامت هي وصلته للسلطان، فعشان كده اتسمى لغاية دلوقتي المدفع بالحاجة فاطمة. احنا عرفنا من القصص اللي فاتت ان مفيش حاجة ليها تاريخ واحد، كل حاجة بيبقى ليها اكتر من قصة واكتر من تاريخ. هكذا المدفع. القصة التانية كانت في عهد محمد علي الكبير، ان هو اشترى مجموعة من المدافع عشان يقوي الجيش المصري. الفكرة ان هو بدأ يجرب المدافع ديت في يوم من ايام رمضان في وقت غروب الشمس مع اذان المغرب. فلما كل الناس سمعوا المدفع بدأوا ان هم ياكلوا، وعجبتهم الفكرة ديت وطلبوا من الوالي ان هو يعمم ده، وبالفعل عمم دوت. وبدأوا كمان يطلقوا المدفع في الإفطار وفي السحور. واللي حصل سنة 1959 إن هم استبدلوا الذخيرة الحقيقية بتاعة المدفع، كانت بتعمل مشاكل كتير وكانت ناس كتير بتشتكي منها، وبدأت تأثر على القلعة، وبدأوا يغيروا مكانه من القلعة لقرية قريبة من الأزهر الشريف، وبدأوا يستخدموا صوت غير حقيقي. بيقول إن في 6 مدافع بيطلقوا في 5 مناسبات. ال6 مدافع دول 2 منهم موجودين في القلعة، و2 منهم موجودين في العباسية، وواحد موجود في مصر الجديدة، وواحد تاني موجود في حلوان. بيقولك ان المدافع ديت كانوا بيبدأوا ان هم ينقلوها في المناسبات، وكان بيبقى فيها زي احتفال كبير جدا بالمدافع دي. وال5 مناسبات اللي هو كانت في رمضان والمولد النبوي وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية وعيد الثورة. شكرا جدا ليكم ان انتوا سمعتوني لغاية دلوقتي. يلا بقى كل واحد يشير الفيديوهات ديت لاصحابه ويعرفوا قصص اكتر عن المدفع واصل المدفع بتاع رمضان. اتمنى تكونوا استفدتوا، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اي حاجة جديدة انا بنزلها. ويا جماعة حطوا لايكات براحتكم عشان اليوتيوب يعرف ان ده محتوى كويس. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.